السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب نسبة رطوبة عالية وكذلك ضباب خلال الصباح الباكر على السواحل وكذلك المرتفعات والسهوب خاصة الغربية والوسطى، لتصبح الأجواء مشمسة. عدد سحب من النوع العالي ستنتشر على مناطق الشرقية وكذلك تكون أكثر كثافة خلال الأمسية على منطقة تندوف وحتى على أقصى الجنوب. درجة واحدة خلال صبيحة الغد على سطيف وكذلك البيض، 9 درجات العاصمة، نفس المقياس على تمنرست وحتى على أدرار وتيميمون، 12 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحول الله 12 درجة فقط على البيض، 20 درجة على العاصمة تيزي وزو، كذلك بجايز كيدانا والطرف وحتى على ولاية إليزي وجانت، 25 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد يبقى قليل اضطراب تقريبا على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة شرقا لكن معتدلة على السواحل الوسطى والسواحل الغربية. أمطار خلال يوم الغد ستخص لندن وكذلك باريس، برلين واسطنبول، ثلوج على موسكو مع 9 درجات دون الصفر، طقس بارد كذلك على كييف مع 4 درجات دون الصفر. أجواء غائمة، سحب سفلى كثيفة على فيينا مع 6 درجات، روما أجواء غائمة كذلك مع 13 درجة، نفس الأجواء على مدريد ولشبونة، مقاييس ما بين 12 لغاية 17 درجة. غروب الشمس ليوم الغد إن شاء الله الأربعاء على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 5:51. أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.